بودكاست حكايتها تهمني، تهمك، تهمنا كلنا. ازيكم؟ انا سارة عزيز من سيف ايجيبت، والنهارده تيك توك وسيف ايجيبت ومنتدى شباب العالم بيقدموا لكم بودكاست حكايتها، لان حكايتها تهمني جدا وتهمك وتهمنا كلنا. واحدة من الحاجات اللي بنناقشها في الحلقة دي هي فكرة السند. خليني اقول لكم قصه. كنا مره من المرات مسافرين في فندق، وفي مكان كده بيبقى موجود بتسيبوا فيه الفوط. احيانا بيبقى الشخص ده واقف بره او جوه كشك. المره دي كان جوه كشك، فمستخبي كده جوه الكشك. فاكره كويس قوي كنت بسيب الفوطه، وبعدين الشخص اللي شغال في المكان ده ضايقني جدا جدا بنظراته. انا كتمت كده، كنت صغيره، بابايا ما كانش موجود في المشهد، كان جاي من ورا الكشك جاي علينا. هو شايف وشي ازاي انزعج، وشي اللي انزعج، وقال لي في ايه. فانا كنت متبرجله جامد، فقلت مفيش حاجه مفيش حاجه، فقال لي لا في حاجه. وفعلا حكيت له اللي حصل وحصل ايه من الشخص ده. واللي انا متوقعاه انه هيهزقه طبعا ومش هيسكت عشان بابايا ما بيسكتش. بس انا ما تخيلتش ان احنا هنروح للليفل اللي بعد كده، انه هو اختفى، بابايا اختفى اليوم ده تماما، وراح بلغ الشرطة وبلغ الفندق، والشخص اتفصل من شغله لانه كان بمثابة كسر حدود صريحة ليا. ده السند، ان انا ابقى عارفة ان في حد موجود احكي له، يجيب لي حقي، يساعدني، يدعمني، يصدقني. ده السند. السند انك تختار حد على الترابيزه بتاعه السبورت سيستم بتاعك، تدعي الناس على ترابيزه السبورت سيستم بتاعك وانت عارف ان هم في ظهرك معاك. يمكن الموقف ده ناس تحس طبعا ده كان اللي لازم يحصل. عايز اقول لكم انه مش دايما ده اللي بيحصل. مش دايما ممكن نلاقي اللي معانا واللي حوالينا واللي في عيلتنا بيصدقونا بسهوله او بياخدوا حقنا. عشان كده عايزة أقول لكم حاجتين: كونوا أنتوا الناس دي للي حواليكوا، كونوا أنتوا الناس اللي بتصدقهم وبتساعدهم بتتكلم معاهم في إنه إزاي يبقوا أحسن، وكونوا أنتوا الموديل ده للناس اللي موجودة في حياتكم. والحاجة التانية، لو ده ما حصلش معاك، معلش أنا عارفة إنه بيوجع وعارفة إنه حقيقي، صدق بس إنه ما حصلش معاك. ما تقولش لنفسك خلاص خلاص حصل إيه، أو تفضل تعبان وزعلان وموجوع في ده. اطلب مساعدة لو ده مأثر عليك لغاية النهاردة. واحدة من الحاجات اللي بتفرق معانا هو إن إحنا يبقى عندنا support system متاح. متاح يعني أقدر أريتش، أقدر أكلمه، أبعت له، أسأله، أطلب منه إن إحنا نقعد. ده متاح. تاني حاجة في السبورت سيستم ومهمة قوي، فكرة إن الشخص بياخد صفّي في إنه يساعدني، لكن مش إن هو طول الوقت معايا وليكِ حق فابقى بيسخّنّي على الفاضي وما بيساعدنيش. على فكرة حاجة من الحاجات اللي بتفرق معانا إنه الشخص هو في صفّي بس بيغلّطني في موقف أنا عملته، ده اللي بيكبّرني. واحدة من الحاجات اللي بتفرق أوي في الsupport system إن هُم ييجوا جنبي، يقفوا جنبي ويبُصّوا على الموقف من عينيّا، بس كمان يبقى عندهم عينيهم اللي بتساعدني، يقولوا لي بس الموقف ما كانش مستاهل. بس هنا الشخص ده اتحرك من الفير مش من الحب، بس هنا الانفعال كان زيادة شوية، بس هنا الموقف ما كانش مستاهل، أو الموقف كان مستاهل. برافو إنِّك خدتِ الموقف ده، جدع إنِّك خدتِ الوقفة دي وما سكتّش. وده الsupport system. مين بيساعدك وبيساعدِك في حياتك، في شغلك، في عيلتك، مع أصحابك، مع عيالك، مع الناس اللي حواليك؟ مين تقدر تسميه coach أو mentor أو حد في الsupport system peer ليك بترجع له وبتفكّر معاه؟ ما ينفعش تمشي في الحياة دي لوحدك. واحدة من الأمثلة اللي باحبها أوي اللي بتقول: اللي ما لوش كبير بيشتري كبير. واشتري كبير لنفسك، لإنك شراك لكبير ده بيكبّرك مش بيصغّرك. إنك عندك حد بترجع له وتفكّر معاه، دي مش حاجة بتقلل منك، بالعكس، دي حاجة بتخلّيك أفضل، دي حاجة بتخلّيك أحسن، دي بتطلّع منك أحسن version of you، of أنت مين. عشان كده اوعوا تستقلوا خالص بفكرة إن أنا يبقى عندي حد بارجع له، أو اوعى تحس، بالذات يمكن بعض الرجالة أو بعض الستات، عشان ما حدش يزعل، يبقوا حاسين لأ أنا مش محتاج حد. لأ أنت محتاج حد، أنت راجل أنت محتاج حد، أنتِ ست أنتِ محتاجة حد. ممكن حاجات أبقى باعرف أعملها صح، محتاجة أتطوّر فيها، وفي حاجات في الحياة أنا ما باعرفش أعملها، في معاملات مع ناس حواليّا مش باعرف أعملها، في مواقف بنتحط فيها مش بنعرف نتصرّف. إني أسأل وأفكّر مع حد، دي مش حاجة بتصغّر منّي ولا بتقلل منّي، بالعكس دي بتكبّرني. وعايزة أقول لكم أنا بقى لي 12 سَنة باشتغل وماسكة position مش سهل،
إن أنا أدير مكان، وعايزة أقول لكم إنه من أكتر الحاجات اللي طول الوقت باشهد عنها الناس اللي موجودة في حياتي اللي ساعدتني آخُد قرارات وفكّرت معايا، وفي وقت قالوا لي الحاجات ممكن أفكّر فيها إزاي، وفي وقت سابوني آخُد القرار وأنا اتعلّمتها وعرفت أعملها إزاي. لكن وجود table of support، وجود ترابيزة فيها ناس بتساعدنا نتحرّك في الحياة بتبقى أسهل وبتخلّينا ناخُد اختيارات أحسن. لمّا نفكّر إزاي ممكن أmove forward في حياتي من غير سَنَد وضهر، أكيد الشخص ده بيحس بوحدة وبيحس إنه متوتّر وبيحس إنه مش دايمًا عارف ياخُد أصح قرار. لكن لمّا باستشير وبافكّر واشارك فكري، على فكرة لمّا باتكلّم أنا أحيانًا كتير أوي آجي أتكلّم عن حاجة أنا مواجهاها، ألاقي نفسي باجيب الحل، بس عشان اتكلّمت واتسمعت واتساعدت من الشخص اللي قدّامي. عشان كده عايزة أشجّعكم إنه استخدموا الإمكانيات والإتاحة اللي موجودة في حياتنا، اللي ممكن تساعدنا نبقى أفضل، اللي ممكن تخلّينا أحسن. واحدة الحاجات المهمة أوي اللي إحنا كشباب محتاجين نبقى مدركينها ونفكّر فيها ونخطّط لها، هو مين الsupport system بتاعي. ممكن أبقى باتفرّج على حاجات online وinvolved وباعمل محتوى وبانزّل حاجات وباتكلّم مع الناس، بس مش دريان إن أنا محتاجة أتساعد، مش دريان إن أنا محتاجة أبقى عندي سَنَد ودعم وحد أو أشخاص زي ما باقول لكم موجودين في حياتي، ممكن أرفع سماعة التليفون، أتكلّم، أحكي مع حد، أفضفض، أشتكي، أعيّط، أزرّق، أزعّق، أعمل حاجة أعبّر فيها عن مشاعري. واحدة من الحاجات اللي علميًا حتى بتقول إنه البني آدم بيحس إنه بياخد نَفَسه هو وجود peers، ناس حواليه قدّه، بيحس معاهم بالأمان، بيحس إن هو قادر يتكلّم معاهم، بيحس إنه ممكن هُم عندهم مشاكل شبهه، والّا هو بيلعب الrole بتاع إنه حد فوقيه، والّا إن هو بيلعب الrole بتاع حد تحتيه بيساعده، هو ناس مجموعة شبهه زيه. والtable of support دي ترابيزة السَنَد اللي أنا باحكي لكم عنها، أنت بتعزم عليها ناس مختلفة من أعمار مختلفة. ممكن تقول أنا في المرحلة العمرية الحالية أنا محتاج حد يسندني في الcareer بتاعي، في شغلي، حد أرجع له وأفكّر معاه. مسكت position جديد ومحتاج حد أفكّر معاه بنتصرّف إزاي في المواقف دي، بنعمل إيه مع الemployee ده، بنتصرّف إزاي في الحاجة دي، أو لسه داخل على علاقة جواز جديدة وهتعمل بيت وأسرة، فبتروح تتعلّم وتفهم ويبقى عندك حد model بتجيبه على ترابيزة السَنَد دي. مبدأ السَنَد مبدأ مهم، كُلّنا محتاجين نفعّله في حياتنا، بأشكالنا المختلفة وبخلفياتنا المختلفة، محتاجين نبقى عارفين إن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن نعتبرها نعمة من نِعَم ربنا كده اللي بتخلّينا نتنفّس. واحدة من الحاجات اللي بنبقى محتاجين نفهمها كمان، إنه معظم حياتنا بقت أونلاين، أنا باتفرّج على محتوى أونلاين، أنا باحُط محتوى أونلاين، أنا باقارن نَفْسي بناس أونلاين، عندي حياة تانية أونلاين ممكن تبقى موجودة. فلمّا أبقى consult حد أو باسأله أو باستشيره في حاجات باشوفها وباتفرّج عليها وباعرفها عن الحياة، واحدة من الحاجات المهمة إن أنا عندي support، بنتكلّم مع بعض. أنا باحس إن القعدات اللي بنقعدها نتكلّم عن الحاجات ونناقش مع بعض حاجات، شُفنا الفيديو اللي نزل وشُفنا مش فاكرة فُلان اتكلّم عن إيه، ده support system، ده community أنا باتكلّم وباعبّر فيه عن حاجات شُفتها واناقشها معاهم، بتعتبر سَنَد. عشان كده دَوّر حواليك على الsupport system، دَوّر على الناس دي، اعمل مكالمات تليفون بقصد، ألو مساء الخير، هاي إزيك، إزيك، أنا كنت عايز الوقت الجاي أبقى باقعد معاك كام قعدة كده أفكّر معاك في كام حاجة. أنا عايزة أقول لكم أنا personally أنا عايشة الحياة دي مع ناس في حياتي، ومش قادرة أقول لكم قد إيه أنا باconsider ده a blessing، إن أنا عندي كام حد دلوقتي وأنا باقول لكم في دماغي بأسماء، أنا عارفة إن أنا بارفع سماعة التليفون ده على حد معيّن وبيساعدني إزاي. أنا مش هانسى ال4، 5 شهور اللي فاتوا، كان عندي كذا موقف كده محتاجة أحسمه، محتاجة، يعني أنا عارفة إني ممكن أتصرّف فيه، بس أنا كان فارق لي أبقى باعمل أحسن حاجة ممكن أعملها. فعملت مكالمة التليفون ديّة من 4، 5 شهور لحد هي بتدير شركة كبيرة أوي، وأنا بlook up to her، باتعلّم منها باحسّها شخصية يعني خطيرة في رأيي. وعملت مكالمة التليفون دي، عندِك مانع أنزل أسألِك أسئلة to the point أفكّر معاكِ في حاجات؟ رحّبت جدًا بالفكرة ونزلنا 3 مرّات لغاية دلوقتي، مرّة منهم كانت مكالمة تليفون طويلة، معايا ورقة أسئلة، أعمل إيه في ده؟ طب لمّا ده يحصل، طب لمّا يترد كده، أنا ما خدتش copy paste اللي اتقال لي، أنا رجعت فكّرت فيه وعملته بدماغي وبطريقتي وبالculture بتاعتي بمفهومي أنا، بس سألت واتسندت. ودي السَنَد، مبدأ السَنَد اللي أنا باحكي لكم عنه. إحنا محتاجين سَنْدة، وما فيش حد ينكر إن إحنا بنعيش في أوقات مش سهلة.
على كل المستويات. يمكن واحدة من الحاجات اللي مخلّيانا مُدركين الpain اللي حوالينا أكتر، هو إنه الناس بقت open أكتر تshare اللي بيعدّوا بيه which is حاجة حلوة أوي، فنلاقي ناس بتنزّل videos بتقول أنا مضغوط، أنا تعبان، ودي حاجة بتشجّعنا عشان نحسّسنا إن إحنا مش لوحدنا. أنا باحب أوي الbalance اللي موجود على الvideos اللي بتنزل، اللي حد يقول فيه أنا كنت مع الtherapist بتاعي الأسبوع اللي فات وكنت باحكي له عن كذا، كذا، كذا. بتnormalize فكرة إن أنا باروح لحد يساعدني، دكتور نفساني أو معالج نفسي، في فرق ما بين الاتنين، حد بيدّي أدوية وحد بيعالجني معالجة نفسية من غير أدوية، بس بيعلّمني techniques أبقى باواجه فيها المشاكل والضغوطات اللي باعدّي بيها في حياتي، وده سَنَد. عشان كده دوّروا حواليكم على السَنَد، ونقدر كمان نساعد نفسنا أونلاين مش بس أوفلاين. فأنا بانقي محتوى أتفرّج عليه بيسندني، أنقي ناس بتنزّل content بتتكلم فيه عن الsupport بطريقة صح، أتعلم منهم واستفاد منهم، وأقدر أستخدم features كمان مختلفة في الselection تخلّيني أبقى دايمًا باشوف الناس دي، أعمل follow للناس دي فيطلعوا لي. ألاقي نفسي إن أنا مش عايز أسحل روحي مثلًا لإن أنا باتسحل بسرعة أونلاين، فابتدي أعمل feature من الfeatures اللي بتساعدني إن أنا أlimit وقت المشاهدة بتاعي أونلاين. كل دي features please أشجّعكم تسمعوا الحلقات المختلفة اللي اتكلمنا فيها عن TikTok features أو تخشوا تexplore online على الfeatures اللي ممكن تساعدكم في الحاجات دي. افتكروا إنكم تستاهلوا، ما تمشوش الحياة دي لوحدكم. افتكروا إن أنتم تقدروا تمشوها مع حد يسندكم ويساعدكم. دوروا على الناس دي حواليكم، مش سهل تلاقوهم، ده حقيقي، بس دوروا على الناس الصح، لإن اختيارنا للناس الصح بيفرق معانا أوي. وعايزة أختم باعتذار لأي حد اختار اختيار غلط لسَنَد غلط في وقت كان سبب وجع ليه أو تعب ليه. معاك حق تتوجع ومعاكِ حق تتوجعي، بس ما تقعدش في الوجع ده. قوم ودوّر على سَنَد تاني، على support system تاني، على ناس تانية تساعدك تمشي في حياتك بشكل أفضل، لإنِّك تستاهلي. ما تنسوش تعملوا follow على الTikTok account بتاعنا وlike وsubscription على بقية الplatforms.